الذي حصل في قضية مقتل المجني عليه عبد الله قائد عبد الله محمد. الذي حصل أنه تبلغنا من عمليات المركز عن وجود شخص مقتول في مستشفى يونيمكس في جوار جولة الجمنة، وفور تلقينا البلاغ قمنا بالاتصال بالمناوب وانتقلنا إلى نفس المكان، وتحدث مع المناوب أن المجني عليه قد توفى وأنه يوجد عليه آثار تعذيب. أخذنا كل واحد على انفراد. في بداية التحقيق كان عبد الله السباعي ومحمد الحميدي قد رسموا خطة وعملوا قصة على أساس أن المجني عليه كان يعاني من حالة نفسية وعنده مرض أعصاب وعنده تشنجات، وأنه كان ينام ويضرب برأسه إلى عرض الكرسي، وأنه دخل فجأة إلى الحمام وسمعه سقط ووجدوا أنه قد انتحر. لكن مع جلوسنا معهم واستمرار التحقيق معهم واجهناهم بالجنايات وأثر التعذيب الذي على جثة المجني عليه. بدأوا بالاعتراف وأدلوا باعترافات جميع المتهمين الخمسة اللي تم ضبطهم أنهم قاموا بتعذيبه، تناوبوا على تعذيبه بالضرب بواسطة الأيدي، ضربه في رأسه وفي وجهه بواسطة الأيدي، وضربه بواسطة أدوات تعذيب أسلاك كهربائية وتوصيلات، والتعذيب يعني بأشكال مختلفة. طبعا كان ضربه من الساعة 5:30 عصرا وحتى الساعة 9 مساء. من ضمن اعترافاتهم أنهم قاموا بإغلاق المحل أثناء ضرب المجني عليه، قاموا بإغلاق المحل بهدف إخفاء جريمتهم على أساس أنه ما أحد يأتي ينقذه، ما حد أو يسمع صراخه أو يأتي ينقذه أثناء تعذيبه. هذه واحدة. وهناك أثر ضرب على ملابسه، كان في ضرب وحتى تقطعت ملابسه اللي هو الشميز، ووجد أثر الدم